الأسرة تعد من أهم الأسس التي يبنى عليها السعادة والاستقرار في الحياة. في خلال هذا اللقاء نتناول مع بعض كيفية تعزيز هذه العلاقات بأفضل الطرق وبأبسط الوسائل، وعشان كده كان ضروري ينورنا ويشرفنا الأستاذ محمد زين، الكاتب وعضو اتحاد كتاب مصر ومقدم دعم نفسي بالكتابة العلاجية. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. اهلا بحضرتك. نورنا وشرفنا. ازي حضرتك؟ أخبار خير والله الحمد لله. في البداية كده احنا عندنا موضوع رسالة ماجستير لحضرتك في فلسفة النوع الاجتماعي. ايه المقصود بالنوع الاجتماعي؟ صحيح. الحقيقه النوع الاجتماعي او دراسات النوع الاجتماعي هو جزء مهم جدا من الدراسات اللي لسه يمكن ما توطنتش في الشرق الاوسط بشكل كافي، بس بدأنا ندخل الى المجال من خلال الفلسفه او الادب. يعني الدراسات اللي بتحصل في اقسام الفلسفه او اقسام الادب. النوع الاجتماعي اللي هو بنقوله باللفظ الاجنبي يعني الجندر، اللي هو راجل وست. يعني ايه راجل ويعني ايه ست؟ وده مختلف عن الانسان كذكر او انثى، وده بيترتب عليه ادوار بيحددها المجتمع، بيترتب عليه تفاصيل بتحكم العلاقات ما بين الرجاله والستات. ومن هنا بدأ يظهر علم كامل اسمه دراسات النوع الاجتماعي. كان بدأنا عنه ندرس رسالة الماجستير تأثير الوعي في جودة العلاقات الأسرية. ده موضوع مهم قوي، جدا يمكن سؤال جدا. صعب شوية. الحقيقة احنا زمان كنا يمكن بنعتقد ان العلاقات عادي، اي حد بيكلم اي حد والدنيا الامور بتمشي. بدأ مؤخرا نسمع على السوشيال مثلا لا ده احنا محتاجين نعرف عن بعض، الرجال من الزهرة، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. تفاصيل من النوع ده ان احنا في يا جماعة في عوالم مختلفة هتتلاقى. وهو ده اللي بدأ يظهر لنا كمان مع الدراسات اللي حصلت مع النوع الاجتماعي والدراسات النسوية. بدأنا نكتشف ان لا احنا بنفكر بطرق مختلفة ولينا تصرفات مختلفة. التربية اللي بنترباها مختلفة. انا لما بتولد ولد في المجتمع بيحطني في صورة ويبدأ يربيني عشان اكون الصورة دي، فهيديني مهارات وهيحرمني من مهارات. هيعلمني ان انا اكون مغامر، بس هيحرمني من مهارات زي ان انا اعرف اهتم بنفسي وباحتياجاتي الشخصية، مثلا زي ان انا اعبر عن ضعفي واعيط او اكون انسان طبيعي بيعبر عن ازماته. لا انا لازم اكون دايما راجل. والعكس الست، بمجرد ما هي اتولدت انثى لازم تكون بنت، فبالتالي لازم تكون ست، لازم تتربى ان هي شاطره في الحاجات اللي فيها الرعايه والخدمات، بس يمكن ما بتترباش ان هي تكون شاطره في الحاجات اللي فيها مواجهه، الحاجات اللي فيها انها تطلع تحتك مع الدنيا. طب ده هيفرق في الشخصيات 100%. يفرق طبعا. في الشخصيات. هلاقيهم هم بيفكروا بطريقه وهم بيفكروا بطريقه. الرجاله اللي اتعودت ان انا لو في حاجه مضايقاني همد ايدي اخدها، هكون في تصرفاتي الطبيعيه الامور عندي خط مستقيم، لان انا عايز حاجه بمد ايدي اخدها، في شيء يمنعني. اما الست بتتربى على اني لازم تدور حوالين الحاجه بعض الشيء، تستأذن ده وتترجى ده بطريقه معينه علشان لان مش هي صاحبه القرار، كويس. فبتتعلم ان هي تلف حوالين الموضوع. وهو بس المجتمع ما حطهمش في صورة، هو حط لهم إطار يعيشوا جواه، اشكرك. هي دي بالظبط، يعيش داخل الإطار ده. هي دي اهم نقطة بدأت تظهر لنا مع دراسات النوع الاجتماعي. ان لا يا جماعة احنا عندنا امر مختلف ما بين الاتنين، وان مش مجرد ان انت اتولدت ذكر هتبقى شخصيتك شخصية راجل. لا انت بتتولد ذكر ثم يترتب على ذلك ادوار بيحددها المجتمع، وطالما المجتمع بيحددها تبقى متغيرة من زمان لمكان حسب المجتمع. كل زمن وليه عاداته وتقاليده، كل مكان وليه عاداته وتقاليده. فالرجالة في أوروبا غير الرجالة في مصر غير الرجالة في آسيا. طريقة التفكير هتختلف، الطباع هتختلف، الكينونة نفسها هتختلف، لكن الذكر مش هيختلف ما بين الأماكن. هو الذكر في أوروبا، هو في آسيا، هو في مصر. طيب شايف ان في اسباب للاختلاف الملحوظ في العلاقات الاسريه دلوقتي عن زمان؟ يعني قلنا في وسط كلامنا ان لما بقى في دراسات للنوع الاجتماعي، لما بقى في دراسات نسويه، ظهر امور على السوشيال ميديا، اختلف الموضوع بنسبه قد ايه من دلوقتي عن زمان؟ وشايف احنا اللي عملنا كده في نفسنا ولا ظهر حاجات خارجيه جديده مؤثره؟ الحقيقة هو العنصر الزمني اللي هو ظهور شيء جديد باللحظة الزمنية اللي احنا فيها هي أهم نقطة في الموضوع. ويمكن ده السر اللي كتير بحاول أتكلم فيه، ويمكن مش ناس كتير بتاخد بالها منه. إن انتشار ظاهرة الطلاق مش سببها فساد الأخلاق، انتشار ظاهرة الطلاق سببها اللحظة الزمنية.
احنا في لحظة زمنية فيها تحديات ما كانتش موجودة على الأجيال اللي قبلنا، واحنا لسه بنتربى بأخلاقيات الأجيال اللي قبلنا، فأخلاقياتهم مش مناسبة مع الانفتاح اللي موجود، فحصل ايه؟ انفجار. بمعنى أوضح، في العلاقات احنا بنتربى على، او كان الراجل والست بيتربوا جوه منظومة أخلاقية تناسب المجتمع ده. حلو، هيعيشوا بيها وهيكبروا فاكرين ان العالم مفهوش غير كده، هي دي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها، لان هو ما شافش غير الاخلاق مجتمعه. انما النهارده حضرتك منفتح على العالم كله، فشايف ان الست بره ممكن يكون شعرها مش طويل عادي، فيبدأ هنا يحصل خلل في الفطرة اللي انت اتربيت عليها. لا، دي مش فطرة ولا حاجة. فبدأنا الصور تهتز والمعاني تهتز، فبدأنا نيجي نتعامل عايزين نطبق نماذج غير اللي احنا متربين عليها بأخلاق احنا متربين عليها. ما هو ما ينفعش الاتنين مع بعض، يا تاخدها كاملة على بعض يا ما تاخدهاش. فاحنا عايزين دلوقتي نعمل تطوير للمنظومة بتاعتنا في العلاقات زي ما بنشوف بره، بس في نفس الوقت لسه ماسكين في اخلاق زمان اللي اتربينا عليه. فمن هنا حصل انفجار. فبالتالي اللحظة الزمنية ليها اثر طبعا، لان اللحظة الزمنية بينت لنا ان الاخلاقيات اللي احنا مصدقينها دي صناعة المجتمع مش صناعة الفطرة، واللي احنا حتى بنقول عليها ليها علاقة بالدين. لما بنيجي نراجع مثلا النسويات الاسلاميات، لان الكلام ده في ناس متخصصة في الدين بتقعد تدرسه، فجم يقولوا لنا لا، احنا الدين مش هو اللي بيقول لنا دي، ده احنا العادات بتعظم لنا حاجات وبتقلل لنا حاجات، بتخلي حاجات في عينينا هي مهمة جدا 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 وحاجات تانية اقل. اذن احنا قدام مراجعة شاملة للمنظومة الاخلاقية اللي مبني عليها العلاقات. انت شايف ان ده ممكن يكون احد ابرز العوامل النفسيه اللي بتؤثر سلبا او ايجابا على جوده العلاقات الاسريه؟ بالتأكيد. في عوامل تانية ممكن تعمل كده؟ بمنتهى البساطة، بما اننا ذكرنا البعد النفسي، هل انا هينفع اعيش في مجتمع او اعيش جوه اسرة او ادخل جوه علاقة وانا حاسس فيها اني مضغوط او غير متحقق او حاسس بالخذلان؟ لا يمكن اعرف اكمل. صح كده؟ عدم وعي زمان كان بيخليني اعتقد ان هي دي الطبيعة وبرضى بيها بشكل او باخر، وكنا بنعرف نراضي بعض. انما وعينا الحالي بان لا، مش ده الطبيعي، ان حضرتك لما يكون عليك كل المهام كراجل انك مضغوط ومطلوب منك طول الوقت متماسك وجامد، ده مش الطبيعي. زمان كنا فاكرينه طبيعي، لكن دلوقتي احنا شايفين حسب الانفتاح الزمني ان لا، ده مش طبيعي. فانت احساسك وانت مضغوط بالشكل ده في رفض وفي رغبة للتمرد، في رغبة لانك تسيب الامر. فاذا عدم راحتك النفسية جوه العلاقة لازم هيؤدي لانهيارها. طيب العلاقة نفسها عشان تمشي بشكل سوي لازم الاتنين يعرفوا احتياجات الاخر النفسية، مش بس بقى الضغوطات اللي بيقابلها. لا، انا اصلا متجوز ليه؟ يعني احنا دايما في المشورة الاسرية مع المجلس القومي للمرأة لما بنشتغل بنتكلم على احنا اتجوزنا علشان نكون مبسوطين، وفجأة بنلاقي ان الجواز في حد ذاته بقى هو الحمل. فبدل ما اجيب حد يساعدني على شيل الحمل بلاقيه هو اللي بيزود الحمل. اذا احنا ماشيين عكس المنظومة الصح، احنا ماشيين عكس الطبيعة. فبالتالي عشان نعيش نفسيا احسن لازم يكون في حالة من الود المتبادل والمراعاة للاحتياجات النفسية. كويس. طب انا هعرف دي ازاي لو انا اصلا ما عنديش ثقافة نفسية كويسة؟ هنا هيظهر دور الوالدين في تعزيز الوعي النفسي عند ابنائهم عشان يخلقوا بيئة أسرية صحية للمستقبل. بكل تأكيد. الأول كلمة لازم نكون واعيين بيها، ويمكن ربما الجيل بتاعنا اللي أنا هنتمي إليه وحضرتك هتنتمي إليه بدأ يتعلم لأول مرة إن التربية مش اللي أنا اتربيت عليه. لا، التربية فيها حاجات إحنا اتربينا عليها غلط ومش عايزين نكررها في ولادنا، فروحنا نتعلم. إحنا حسب علماء الاجتماع إحنا أول جيل يدور يتعلم إزاي يربي عياله. كويس. فدي هنا طفرة في حد ذاتها. طيب احنا محتاجين نتعلم عن ايه او نعلمهم ايه؟ زي ما قلت لحضرتك من شوية، احنا موجودين في مع المجلس القومي للمرأة في المشورة الأسرية برنامج بنقدمه بقالنا 3 سنين. ده حملة قومية عاملاها الدولة، من ضمنها ما بتتكلمش بس عن جودة العلاقات ما بين الراجل والست، انما هي بتتكلم عن جودة العلاقات ما بين الراجل والست لغاية ما توصل للتنشئة المتوازنة للطفل. هم ازاي هيربوا ابنهم بشكل صحي؟
كويس. فهم اول ناس بصراحه بداوا يلفتوا نظري انا عن على الاقل ان التربيه جزء مهم من جوده العلاقات، لان في مشروع مشترك هو الابن. طب هنربيه ازاي بقى؟ هنتعلم نعمل ده ازاي؟ هنذاكر لده ازاي؟ بدأنا هنا ناخد امور مختلفة. طب ايه اهم الرسائل اللي ممكن نكون محتاجين نحطها في التربية مثلا؟ الرسائل النفسية، انا عايز اطلع ابني سوي نفسيا ومتربي على اخلاقيات غير اخلاقياتي، عشان اخلاقياتي الكاملة مش مظبوطة، فيها حاجات غلط، والدليل ان انا حياتي غلط. فبالتالي انا لازم اسيب له مساحة اولا من الحرية في اختيار اخلاقه، غير الثوابت هقول له الغلط غلط والصح صح. ما ينفعش تكذب، ما ينفعش تسرق، ما ينفعش تبقى انسان شرير، ما ينفعش تبقى انسان مؤذي. دي اخلاقيات ثابته ما بتقبلش تغيير. انما التفاصيل في التعامل هيبدا فيها اختلاف. طيب هربي ابني ازاي بقى؟ هربيه على حريه الاختيار، ان هو شخصيه مستقله. ازاي ادعمه يكون شخص قوي مش شخص ضعيف، شخص قادر يختار. ده بيتبان من اول لبسه. مفيش حاجة اسمها عيب اسمع كلام ماما والبس اللي هي عايزاه، لا طبعا. صاحبه اديله عنصر من الحرية، وان هو صديق ليك. تعال نختار الهدوم، اقنعه. مفيش حاجة اسمها عيب ما تعملش دي واسيبه وامشي، دي اخلاقياتنا القديم. مش احنا اتربينا على كده؟ عيب غلط واسيبك وامشي، لا غلط ده. دلوقتي الطفل ممكن يقول لك طب ما تفهمني ليه هي غلط، واحنا المطلوب مننا نفهمه ليه غلط، من غير ما هو يطلب الطلب ده، علشان يبدأ يعرف ان هو انسان من حقه يفهم ويقرر. مش فبالتالي ينفذ تعامل. خلاص من غير ما يفهم. اشكرك. عشان ما يلاقيش حد تاني يشرح له حاجة تانية احنا مش عايزينها توصل له. بالظبط. اتعامل معاه كعقل، مش اتعامل معاه على انه عروسه لعبه بس اقعد هنا يسكت، لا مش طيب هيحصل الكلام. في حاجة برضو مشروع انتوا شغالين عليه اللي هو معسكرات مشروع التنشئة الأسرية التابعة لمجلس قومي المرأة والأزهر الشريف. صحيح. ده صحيح. عبارة عن ايه بالظبط، او اهداف المعسكرات دي ايه؟ الحقيقه دي حمله قوميه عاملاها الدوله لتنميه الاسره المصريه. الحمله دي يعني عامله ثمار رائعه على الارض. وبدأ برنامج المشورة مع المجلس القومي للمرأة بادئ من 3 سنين زي ما ذكرت يمكن من شوية، لكن مؤخرا دخلنا في المرحلة التانية منه وهو عمل معسكرات. أنا مش بس هكتفي بإني أقعد مع الأهالي في القرى كام ساعة أديهم شوية كلام بنتكلم فيه مع بعض، لا، احنا بنعمل معسكر ل 15 أسرة بيقعدوا 3 أيام على التوالي، بيجوا كل يوم 6 ساعات. هنقعد مع بعض الأب والأم والأولاد. الأولاد ليهم مدربين بيشتغلوا معاهم، والأب والأم بنشتغل معاهم إحنا كمقدمين الدعم. بنبدأ نعلمهم عن كل حاجة تخص العلاقات، عن حياتهم هي إزاي أصلا بتمشي، وإيه المشاكل اللي مقابلاهم دي مقابلاهم ليه. بنكلمهم عن معاني يمكن تكون صعبة بطريقة بسيطة، زي النوع الاجتماعي او الادوار المترتبه على النوع الاجتماعي، وان المجتمع حط لنا ادوار ممكن تكون مش صح. وفي المعسكرات دي كنا بنكتشف حاجات كانت مدهشه جدا، ان احنا طبعا عندنا بيئات متنوعه ما بين في اسماعيليه مثلا، ما بين البدو وما بين الفلاحين وما بين الصعايده اللي جايين مقيمين في اسماعيليه. احنا عندنا كذا بيئه بكذا قانون اخلاقي ومجتمعي ما يسمى مختلفين، العرف او عاداتهم. اشكرك. فنبدا بقى مع بعض نراجع المفاهيم المجتمعيه. كويس. طب هي المفاهيم المجتمعيه دي محطوطه لنا عشان هي الصح، ولا محطوطه لنا علشان احنا بننفذ اللي اتربينا عليه وبس؟ اللي طلعنا لقيناه. طب هل احنا مطلوب مننا دلوقتي نراجعها ولا لا؟ بالظبط. فالناس بدأت، حتى كانت في أمور كانت بتبقى مدهشة بالنسبة لهم. كويس. كان لسه في المعسكر الأخير مجموعة من البدو بيتكلموا عن ان لا، احنا عندنا البنات ما ينفعش تكمل بعد الكلية، لان هي هتتجوز ابن عمها، وابن عمها برضو ما خدش اكتر من دبلوم، فلازم هي تكتفي. بعد الثانويه تقصد ولا بعد الكليه؟ عفوا، ما تدخلش الكليه، فما تكملش بعد الثانوي، علشان زوجها المستقبلي هو دبلوم، فلازم يكونوا هما الاثنين دبلوم. فانا بعمل ايه من دلوقتي؟ بربيها من دلوقتي على انك ما تفكريش في الكليه. فده كلام كان صادم بالنسبه لنا. بدأنا بقى نراجع ونتكلم. قلت لهم أنا لينا صديقتنا من برضو نفس البيئة البدوية من إسماعيلية من هنا، اللي إن أبوها قرر ما يستسلمش وفضل وراها، أخدت كلية وأخدت ماجستير، وهي زميلة لينا في إحدى المؤسسات الكبيرة. إيه اللي فرق ما بين ده وما بين ده؟ إن الأب هنا قرر يكسر الدائرة المجتمعية اللي طلع لقاه
المفروض يعمله، بالظبط. او فكر هو ليه المفروض، والمفروض ده ما ينطبقش عليا وانا مش هنفذه. بالظبط. بس انا عندي سؤال مهم الحقيقه، لما بتلاقوا ده او بتصطدموا بده في المعسكرات، هل ده بيتم تصعيده لاي جهه معينه تتبنى بقى مبادره ان احنا ننزل للناس دي في اماكنها وفي مجتمعاتها، مش بس الناس اللي انضمت لمعسكرنا، عشان يا جماعه انتوا احنا اكتشفنا عندكم حاجه انتوا قافلين عليها واحنا مش عارفينها وبتطبقوها، فلازم كلنا نغير المنظومه. ده بيحصل ولا لا؟ اشكرك على السؤال لانه سؤال مهم جدا. احنا اول ما اتكلمنا قلنا ان معسكرات التنشئه الاسريه اللي بينفذها المجلس القومي للمراه، طبعا بشراكه مع الازهر الشريف. المجلس القومي للمراه هو جهاز منوط بوضع السياسات في الاساس. كويس. هو هدف وجود الكيان ايه؟ انه يدور على الاشكاليات المجتمعيه اللي بتاثر بالشكل ده ويرفع بيها تقارير الى اعلى المستويات، لان عشان كده هو تابع لرئاسه الجمهوريه مباشره. فبالتالي اهم شيء بنخرج بيه من المعسكرات هو ان احنا نرصد الاختلافات الفئويه والعادات او الاشكاليات اللي موجوده داخل المجتمع. طب دي الرصد ده ممكن يوصل لغايه فين؟ احنا مع المجلس القومي للمراه، فبتوصل مباشره بتقارير لرئاسة الجمهورية، فهي بتوصل لأكبر درجة من درجات الإدارة السياسية لاتخاذ قرار. وده اللي غير كتير. عشان كده المعسكر جه بعد الندوات. يعني احنا في الأول كنا بادئين بنمط، بندخل نقعد نعمل ندوات ونعمل تدريبات صغيرة. لما لقينا لا، الأمر محتاج مزيد من الشغل على الموضوع، رفعنا التقارير، نزل مستوى تاني علشان ننفذ المعسكرات 3 أيام مع بعض. وبالتالي ماشيين في اطار جيد، بشكركم عليه حقيقي، وبشكرك يا استاذ محمد، نورتني وشرفتني. شكرا جزيلا. انا اتشرفت بيك جدا. شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا ودي كانت حلقتنا معكم النهارده، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا لحضرتك.